أعلن خفر السواحل الأمريكي أن غواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار كارثي وأودي بحياة ركابها الخمسة. إليكم التفاصيل. وقدم خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس الخميس تعازيه لعائلات من كانوا على متنها، وأفاد بأن الحطام الذي عثرت عليه مركبة البحث الإلكترونية هو من الجسم الخارجي للغواصة، حيث كان على مسافة تبعد حوالي 1600 قدم و487 كيلومترا من مقدمة سفينة تيتانيك. من جانبه رجح خبير الغواصات المأهولة الروسي أنتولي ساغاليفيتش أن يكون الحادث الذي تعرضت له غواصة تيتان ناجماً عن تصدع هيكلها وتشظيه تحت ضغط الماء الهائل في الأعماق. وأكد خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه كان من غواصة تيتان، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها. من جهتها قالت شركة أوشن غيت إكسبيديشن إنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد قد لقوا حتفهم. وأضافت: قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة، ومواساتنا لكل أفراد عائلاتهم في هذه اللحظات العصيبة. ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن تيتان كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردين وغواص الأعماق الفرنسي باولو هنري نارجيولي. ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شهزاد داوود وابنه.